ازاي حياتك تتغير في 4 خطوات بس، وازاي مجرد قطة خلت البشر يغيروا نظرتهم عن نفسهم. أعرف خليني أقول. أنا أحمد النجم، ودي قناة بوكلم. القناة دي أنا بشرح لك فيها كتاب وأقعد أدردش معاك فيه. لو عجبتك الفكرة وزعها على أصحابك واشترك في القناة. استنى كل الحلقات اللي جاية. سنة 1898 جه عالم نفس اسمه إدوارد لي سوندايك، عمل تجربة اتعرفت بعد كده بتجربة سوندايك. قبل ما أقول لك التجربة بالظبط، عايزك بس تعرف إن هو كان بيهتم بسلوك الحيوانات، علشان كده عمل التجربة دي. التجربة دي كان بيجيب صندوق وبيحط فيه قطة. الصندوق ده كان معمول إن القطة ممكن تدوس على زرار، ممكن تشد حبل، أو ممكن تطلع على سلمة، وده بيخليها تاخد إن الباب يتفتح لها، يجي لها أكل، يحصل لها أي حاجة ممكن. بس احنا المرة دي هنركز شوية على فكرة إن هو يكون زرار مثلا. الزرار ده لما بتضغط عليه الباب بيتفتح. بس بما إن القطة عمرها ما شافت الصندوق ولا عمرها حاولت تدخله قبل كده، هي مجرد ما بتتحط في الصندوق تعمل اللي هي بتعرف تعمله. هتقعد تشمشم وتخبط وترزع وتدور على اي حاجه هي نفسها تمسكها، او حتى تحس انها ممكن تهرجها من اللي هي فيه دلوقتي، لغايه ما في وسط اللي هي بتعمله ده كله بتضغط على الزرار بالغلط. وهي ما بتكدبش خبر، هي مجرد ما بتضغط على الزرار بتقوم طايره من الصندوق على طول. هي مفكره ان الموضوع كده خلص. لا طبعا، العالم ده فاضي وهو قاعد له. جابها وحطها وقعد يجرب فيها حوالي 20 30 مره. بس في الاول القطه كانت بتاخد لها من دقيقتين، دقيقه ونص، دقيقه، عقبال ما تخرج من الصندوق. بعد كده هو بدأ يلاحظ إن بعد فترة من كل مرة هي بتدخل فيها الصندوق، لا الوقت بدأ يقل لغاية ما وصل في الآخر لمتوسط خروجها من 3 ل 6 ثواني. ولاحظ إن القطط اللي كان بيحطها جوه الصندوق هي شوية شوية اتعلمت من الغلط اللي هي كانت بتعمله، وبدأت توصل للحل بطريقة أسرع من الأول. ووصف الحوار ده وقال لك إن السلوكيات التي تتبعها نتائج مرضية تميل إلى التكرار، وتلك التي تنتج عنها نتائج غير مرضية من الأقل ترجيحا أن تتكرر. ومن كلامه محتاجين نرجع لسؤال نسأله لنفسنا: هي العادات بتتكون ازاي في حياتنا؟ وليه اصلا دماغنا بيحب ان احنا نعملها؟ انت كل ما تقابل موقف في حياتك لازم تاخد قرار، ولازم يكون ليك رد فعل. الوقت ده تحديدا بنبقى عاملين زي القطه قاعدين بنشمشم وندور على اي حاجه تخرجنا من الحوار اللي احنا فيه، لان احنا اتحطينا في مشكله احنا مش عارفين حلها اصلا. النشاط العصبي في دماغنا بيبقى في الفتره دي بيكون عالي قوي، لان احنا بنبقى بنحلل كل حاجه حوالينا ونبقى عايزين يعني نعرف الحل باي طريقه، لان الموضوع بيبقى بالنسبه لنا جديد واحنا مش عارفين الحل بتاعه، فبنبقى قاعدين مركزين ويعني اقل فتفوته بنبقى عايزين نعرفها. وبرده زي القطه ممكن تكون وانت بتشنكم او بتخبط او بترزع يجي لك الحل بالصدفه، لانك بتفضل تدور ومره واحده بيجي لك الحل او بتلاقي المكافاه جات لك. بس لو حصل الموقف ده معاك تاني انت خلاص بقيت عارف انت هتعمل ايه، لان خلاص انت الحل بقى معاك من التثبيطات والترزيعات اللي انت عملتها اول مره. وهي دي حالة الفيدباك، ودي بتكون ورا كل أنشطتنا عموما. بنجرب وبنفشل وبنتعلم وبنجرب تاني، وكل مرة بنفلتر أي حاجة ملهاش لازمة وبنركز أكتر على الصح. وهي دي طريقة بناء العادات. في عالم نفس سلوكي اسمه جيسون هرينا يقول لك: العادات ببساطة هي حلول موصول بها لمشكلات متكررة في بيئتنا. ومجرد ما العادات دي بتبدأ تتكون في دماغك نشاط دماغك بيبدأ يقل، لأن العادة خلاص اتكونت، فأي مجهود كنت بتستعمله أو بتبذله في الأول عشان تكونها ما عادش موجود، لأن انت دماغك بتبدأ تفلتر إيه المهم نبدأ نركز فيه بالعقل الواعي، وأي حاجة مش مهمة نديها للعقل اللاواعي. بعد كل ده بيجي لك عقلك وبيقول لك: هي العادات هتخلي حياتنا مملة، أنا مش عايز أفضل زي اللي مربوط في ساقية ما بفرحش ما بعملش حاجة علشان أنا عايز بس أعمل الروتين ده. وبيدخلك في دوامة. طب أنا أبني عادة ولا أبقى حر؟ والحقيقة إن الموضوع ده غلط في حد ذاته، لأن الاتنين بيكملوا بعض. وإن لو ركزت هتشوف إن أكتر ناس ما بتعرفش تتعامل مع عاداتها هي أكتر ناس أصلا قليلة في الحرية. لأن أنت لو ما عندكش عادات فلوس كويسة فأنت كل مرة هتتبهدل وهتقعد تستلف وهتبهدل الدنيا، وبرضه مش هيفضل معاك فلوس لأن أنت متعود إن أنت تصرف. ولو ما عندكش عادات تحافظ على اكل كويس صحتك على طول هتكون متبهدله وهتكون على طول مش مركز مع الدنيا. ولو ما عندكش عادات كويسه ان انت تتعلم بيها هتفضل طول عمرك شايف ان انت افشل من كل اللي حواليك. ولو ما عندكش عادات كويسه هتفضل كل مره بتضيع ساعه ولا ساعتين ويمكن اكتر عقبال ما تبدا تذاكر، في حين ان في حد تاني هو خد الساعتين دول اصلا ذاكر فيهم. وهتضيع فلوسك على حاجات ملهاش لازمه. واعتقد ساعتها بقيت عارف حريتك بقت اقل ولا اكتر. تعالى بقى اقول لك العاده دي بتتبني من كام مرحله. هم 4 مراحل: إشارة، ورغبة، استجابة، ومكافأة. كل عادة لازم تمر ب4 مراحل، بس اللي بيفرق قوة عادة عن عادة تانية الوقت اللي بتعمل فيه العادة. كل ما كانت أقوى وكل ما كانت اتكررت أكتر كل ما كان وقتها بقى أقل. تعال نبدأهم واحدة واحدة. أول واحدة الإشارة. الإشارة هنا هي بداية العادة، واللي مقصود بها إن عقلك بيتنبأ بالعادة والمكافأة اللي هتيجي بعد العادة مجرد ما يلاحظ الإشارة. زي مثلا أنت تجوع فتفكر في الأكل، بس انت عارف ان انت لو اكلت الاكل الفلاني
او الاكل او الغدا مثلا اللي وراك، فخلاص بقى في اشاره ان انت مجرد ما هتجوع لما هتاكل هتشبع، بقيت عارف اشاره عاده، او اشاره رغبه عاده مكافاه. وزي صوت نوتيفيكيشن الواتس مثلا او نوتيفيكيشن الموبايل، مجرد ما بتسمعه انت موبايلك بتبقى عايز تمسكه كده اللي هو بسرعه، عايز يعني عايز تشوف ايه اللي حصل، عايز ايه اللي فاتني، إيه اللي اتقال لي، ايه اللي اتبعت لي، انا عايز اعرف ايه اللي في الموبايل. وزي زرار اوبت ثروندايك، هي مجرد ما بقت عارفه ان الزرار ده انا هضغط عليه فهخرج او هاخد مكافاه او اكل او الكلام ده كله، هي بقت خلاص ده الاشاره بتاعتها، هي مجرد ما بتلاحظه اول ما بتخش الصندوق هي راح تدوس عليه على طول. والاشاره بتوصلنا للمرحله الثانيه اللي هي الرغبه، هي دي اللي بتحفزك ان انت تقوم وتعمل العاده اصلا. مش بيفرق معانا العاده نفسها، احنا بنستنى المكافاه اللي بتجيلنا بعدها. فانت مش هتبقى مبسوط وانت قاعد تغسل سنانك، لكن هتبقى مبسوط لو حسيت ان بقك بقى نضيف. وانت مش عايز تتفرج على التلفزيون، انت ممكن زهقان وتلاقي حاجه تعملها، ممكن موبايلك ما فيهوش نت، بس انت لو معاك فيلم على الموبايل انت اصلا مش هتقرب للتلفزيون. فكل واحد وله رغبه مختلفه عن غيره. لو رحت لواحد اصلا بيآمر او بيراهن او الكلام ده كله، ومجرد ما بيسمع صوت المكنه اللي بيراهن عليها هو انا عايز اراهن، عايز اكسب فلوس او الكلام ده كله، مع انه بيخسر في الاخر بس مالناش دعوه بالكلام ده كله. فلو جبت نفس الصوت ده سمعته لواحد تاني هو اصلا مش بيراهن ومش مهتم بالكلام ده، يعني زي ما تقول ايه، هيبقى الموضوع بالنسبه له ازعاج، هو مش طايق الصوت ده اصلا، لان الاشارات ملهاش معنى لو مفيش رغبه ورابط ما بين الاثنين. وده ينقلنا لثالث نقطه واللي هي العاده نفسها او الاستجابه بتاعتك. يعني ممكن تكون فكره او حاجه انت بتعملها، لو انت مش متحفز كفايه او العاده بالنسبه لك تقيله على قلبك او صعبه او انت مش مستعد ان انت تعملها، فانت مش هتعملها اصلا. ولو انت مش قادر ان انت تعملها فبرضه مش هتعملها. الموضوع ممكن يبقى بالنسبه لك بديهي او سهل او بسيط او الكلام ده، بس معلش ركز معايا شويه. يعني مثلا انت لو عايز تجيب كوره جون من نص الملعب وانت اصلا رجلك ضعيفه، انت مش هتفكر ان انت تشوط من بعيد، لان انت عارف ان انت كده هتكون بتضيعها على الفاضي، فمش هتبذل مجهود في حاجه انت اصلا عارف انها مش هتحصل. واخيرا اخر حاجه اللي هي المكافاه، ودي الحاجه اللي العادات بتتعمل علشانها اصلا. انت لما بتشوف الاثاره بتفتكر المكافاه، ولما رغبتك بتزيد ان انت عايز تكافئ المكافاه دي بتروح تلعب ده وتعمل، ولما العاده نفسها بتعملها تبقى مستني المكافاه، كأن عقلك بيقول لك مكافاه مكافاه مكافاه. طب هي المكافاه دي بتعمل لنا ايه اصلا؟ عشان يبقى كل حاجه احنا بنحاول نعملها متمحوره علشان ناخدها. هي بتعمل حاجتين، الحاجه الاولانيه هي بتشبع رغبه او حاله جوانا، الحاله الثانيه انها بتعلمنا حاجه. طب هي بتشبعنا ازاي؟ المكافاه نفسها ممكن يكون ليها فوائد لينا، يعني انت لو اكلت بعد ما كنت مدروخ ومش قادر والموضوع صعب بالنسبه لك وما اكلتش من الصبح، بتبدا تفوق كده وتصحصح وتبدا تركز تاني. ولو جسمك بقى احسن فصحتك على المدى الطويل هتكون احسن. فخليك فاكر ان مش كل المكافآت الفوريه بتكون احسن حاجه في كل الحالات، ده بالعكس ان في حالات تانية كتير تكون هي اسوأ حاجه عندنا. الحاجه التانية انها بتعلمنا فعلا ايه الحاجه اللي تستحق ان احنا نبذل عليها مجهود في المستقبل، لان هي هتدينا نتيجه. دماغك عامله زي الرادار، قاعده بتدور على المكافآت على طول، والمكافاه هي اللي بتقفل حلقه الفيدباك وبتفلتر ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش. بس خليك فاكر لو في تقصير في اي مرحله من الاربعه فانت العاده مش هتتكون اصلا. ومن غير الاشاره والرغبه والعاده العاده مش هتتعمل، ومن غير المكافاه العاده مش هتتكرر. ممكن نقسم الحلقه بتاعت الفيدباك دي لقسمين. القسم الاولاني مرحله المشكله، ودي اللي فيها العاده والرغبه، ومرحله الحل اللي فيها الاستجابه والمكافاه. في اوقات المشكله ممكن تكون ان انت بتلاحظ حاجه وعايز تاخد، ممكن يكون مجرد ان انت موجوع او متضايق او مش طايق نفسك وعايز تخلص من الاحساس ده. تخيل ان انت دخلت اوضه ضلمه فتحت النور على طول، ودي تعتبر عاده، بس انت من كتر ما انت كررتها كتير فالموضوع بقى بياخد اجزاء من الثانيه حرفيا. وكل ما بنكبر مش بنفكر ان اللي احنا بنعمله دي عادات بالنسبه لنا. يعني تخيل مثلا ان انت رحت لبست الكوتشي وقمت رابط الرباط على طول، هي دي بالنسبه لك عاده. ولما توصل البيت مجرد ما بتدخل بتقوم داخل مريح ومغير هدومك ولابس هدوم البيت، دي بالنسبه لك برضه عاده، بس انت مش بتفكر فيها على انها عاده لان هي اترسخت فيك خلاص. في حاجات تانية كتير احنا بنعملها تلقائي من غير ما نحس، زي انك تصحى مثلا وتبقى عايز تفوق ومش طايق نفسك ومتعصب ودماغك مصدعه، بس مجرد ما تشرب فنجان القهوه تلاقي نفسك فوقت والدنيا بقت تمام. انت اتعودت ان انت مش هتفوق غير لما تشرب فنجان القهوه. وممكن تكون بتعمل مشروع في كليتك او بتحل واجب او الكلام ده كله، بس الموضوع كل شويه قاعد يتعقد، وبتحس ان برضه مهما عملت ومهما حاولت الموضوع مش جايب نتيجه وما بيعملش حاجه او الكلام ده كله. فتبدا ان انت تتخنق وتبدا تتضايق وتبقى اللي هو زهقان، فتمسك الموبايل تقعد تقلب فيه ومش بعيد تكون بتتفرج عليا اصلا وانت هربان من حاجه وسايبها. الحلقه الجايه هقول لك ازاي تبني عاده من غير مجهود في 4 خطوات بس. بس خليني اديك نبذه عنهم. الاشاره خليها واضحه لعينك، الرغبه خليها تشدك، العاده نفسها خليها سهله، والمكافاه خليها مشبعه. خلينا نلخص كل اللي قلناه في الحلقه في 4 نقط وتبقى خلصت حلقتنا النهارده. اول حاجه
العادة هي حاجة إحنا بنفضل نكررها كتير لغاية ما الموضوع بيبقى تلقائي. تاني حاجة، هدف النهائي أصلًا للعادات هو حل المشكلات بأقل مجهود وبأقل طاقة. أي عادة ممكن تختصر في حلقة فيدباك جواها الإشارة والرغبة والاستجابة والمكافأة. رابع حاجة، ال4 قوانين اللي تغيّر بيها سلوكك، إنك تخلّي إشارتك واضحة، تخلّي رغبتك تشدك، تخلّي العادة سهلة، وتخلّي المكافأة مشبعة. لو عجبتك الحلقة اعمل اشتراك واعمل لايك، ووزّعها على أصحابك يمكن حد يستفيد منها. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. وما تنساش، هنا الكتب بتتكلم. مهما قالوا مستحيل، مهما كان المشوار طويل، مهما قالوا الوقت قليل، فجري جاي مهما طال.